ده هو جونيتشي، شاب عادي في الثانوية ونفسه يتخلص من العزوبية. حياته ما فيهاش أي خبرة عاطفية، بس كل حاجة بتتقلب لما أصحابه بيتحدوه إنه يعترف لأخطر وأجمل البنات في المدرسة، وهي يوكانا، بنت مش عادية، تصرفاتها غريبة وكلها إغراءات. ويا خسارة الجمال يا صاحبي لما يمشي شمال. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية. ده الترم الجديد وبيدخل بطلنا جونيتشي المدرسة، وبيتفاجئ إنها كلها عشاق وهو الوحيد اللي خايب معهوش أي بنت. وهو طبعا ما بيكونش لوحده، ملموم على شله زباله شبهه، وكل واحد فيهم بيتمنى ان بنت واحده تكلمه. اول واحد من صحابه هو ساكاموتو، بس مش ساكاموتو ده تاني واحد كيجو، والتالت هو مينورو. انت مؤمن في الفصل ما كانوش راحمين نفسهم. يسأل جونيتشي نفسه سؤال واحد بس، وهو ليه ما فيش بنت عايزه تعبره ولو في يوم يتغدى معاها يقف معاها شويه حتى. لكن فجأة زي اكن الباب السما كان مفتوح، وبتدخل بنت عندها امكانيات يا صاحبي مش عند اي بنت تانية. تقرب من بطننا وبتديله كمان الاكل، وبتقول له قلت لك الاكل اللي انت نسيته. كان جونيتشي يا صاحبي بيكون فقري وما بيعبرهاش. كان صحابه اول ما بيشوفوا المنظر ده بيجروا عليه وبيسالوه مين البنت دي. فطبعا الجواب المعتاد دي زي اختي، لكن هم يا صديقي ما بيصدقوهوش وبيكونوا عايزين يعرفهم عليها انهم مش هيفوتوا فرصه بالامكانيات دي. يفضلوا يمدحوا في البنت وجمالها وامكانياتها. لكن فجأة بنت جميلة اسمها يوبي بتدخل فجأة وبيكون شعرها اسود، بتسلم على جونيتشي بكل حماس وتقول له ان احنا في نفس الفصل من مرة تانية. طبعا واحد من صحابه اول ما بيشوف كده بيفضل يمدح في البنت مع انها مش بنفس الامكانيات. لكده اصحاب جونيتشي ما بيسكتوش على كده، يفتحوا مجلات من اللي بالك فيها وبيقعدوا يتفرجوا، وطبعا ما بيكونش هممهم الطلاب بتبص عليهم او لا. كمان بيوروا جونيتشي صورة من الصور اللي بيتفرجوا عليها. جونيتشي بيقول لهم لا 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 انا مش بتاع الكلام ده، فبيسألوه لو متأكد، فبيقول لهم لو انتم مصرين طب هاتوها. فجأة بنت بتظهر وبتنادي على جونيتشي، اول ما بيشوفها بيرمي المجلة على طول، لكن البنت بتدوس عليها برجليها، تبدأ ان هي تهزقه على اللي بيتفرج عليه. والبنت دي يا صاحبي هي اجمل بنت في المدرسة، يوكانا. بعدها بياخد صحابه وبيقعدوا في الجنينة وقد ايه بيشرحوا في جمالها. نيتشي يا صاحبي ما كانش مشاركهم، لكن مشاركهم بعقله وبيحلم وبيفكر قد ايه هي الجميلة، ولو قضى معاها ليلة هتبقى أجمل. ساعتها أصحابه بيفاجئوه وبيقرروا اللي هيروح ليوكانا ويعترف لها بحبه. بنروح على الناحية التانية ليوكانا اللي بتفتح الخزانة وبتلاقي رسالة حب وبيطلب منها إنها تقابله. ساعتها يوكانا بتتحمس وعايزة تشوف مين الشخص الغامض اللي اتجرأ وقال لها كده. لما بتروح يوكانا بتلاقي جونيتشي واقف قدامها وبيكون متوتر ومش مصدق إنها جت. من وسط التوتر ده كله بيركع على الأرض زي الأرنب وبيطلب منها إنها تحبه. يوكانا بتعرف إنه نفس الشخص اللي قابلته الصبح. جونيتشي بينزل صعقة عليه وبيتخيل إن الناس كلها بتبص له بنظرات احتقار، وأثناء ما بيكون جونيتشي على الأرض بيبص على منطقة خطر جدا، فمش عايز يقوم وفضل قاعد مركز. بتسأله يوكانا سؤال واحد بس وبتقول له أنت إيه اللي عاجبك فيا؟ ساعتها جونيتشي بيقول لها أي كلام وما بيرضاش يقول لها على السبب الحقيقي اللي هو بيخطط له. لكن يوكانا بتكون صايعة يا صاحبي وبتعرف إن بيخطط له وبترفضه. ساعتها بيبص لآخر مرة على المنطقة اللي بيحب يبص لها على طول. يوكانا بتقفشه، لكن يوكانا بدل ما تزعق له بتقرب منه وبتقول له انا هديك حاجه احلى كمان، وبتقول له بص بصه كمان. لكن اول ما بيبص ده كانت خدعه يا صاحبي منها، تفضل تضحك عليه. تسأله سؤال غريب جدا وبتقول له لو فعلا هو بيحبها، انه بيعيط وما بيرضاش يرد عليها. ساعتها يوكانا بتوقفه وبتقرب وبتقول له انا بحبك وعايزك تبقى معايا. ساعتها جونيتشي يا صاحبي ما بيبقاش مصدق وبيقول لنفسه الدنيا هتضحك لي ولا ايه. تاني يوم الصبح بيبقى بطلنا جونيتشي ماشي في الشارع وبيفكر في يوكانا وجمال يوكانا. ساعتها اصحابه بيطلعوا له من تحت الارض وبيعتذروا له على اللي عملوه فيه، لكن بطلنا بيقول لهم ان هو خايف جدا من يوكانا لكنها بتلعب عليه. ساعتها اصحابه بيطمنوه وبيقولوا له احنا هنفضل فرقة العزوبية طول الوقت. لكن اللي جونيتشي ما كانش عامل حسابه انه اول ما بيفتح التليفون بيلاقي رسالة من يوكانا وفيها صورة لطيفة جدا ليها، ودي خلت اصحابه يحسدوه وبيبقوا متضايقين منه جدا. ساعتها جونيتشي بيحط ايده على صاحبه لكنه بيبعدها على طول وبيقول له ساكاموتو انت بوست يوكانا ولا لسه؟ فبيقول له جونيتشي انا عمري ما اعمل كده يا صاحبي انت عارفني. فبيقول له ساكاموتو انت غبي يا ابني ولا ايه؟ انا كنت مستنيك تقول لي اه. ساعتها جونيتشي بيتخيل يوكانا قدامه وهو في علاقة
ساعتها بيقطع تفكيره ساكاموتو وبيقول له إن لازم ياخد يوكانا على مكان ويقعدوا مع بعض فيه. ده جونيتشي بيرجع للفصل وبتسلم عليه صاحبته يوي زي كل يوم، لكن فجأة يوكانا بتيجي وبتعمل حركة غريبة جدا وأكنهم أصدقاء مقربين. كمان اتكلمت بصوت عالي قدام الفصل كله وقالت إنهم بيتوعدوا. ساعتها الطلاب كلهم بيتصدموا أول ما بيعرفوا كده. ساعتها أصحابه بيسيبوه وبيمشوا وهو بيطلع يجري وراهم عشان يشرح لهم، لكنهم بيقولوا له امشي من هنا ومش عايزين نشوف وشك تاني. لكن ساعتها بتجيله يوكانا وبتاخده معاها، لكن أول ما بينزلوا هنا كانت الصدمة. بتبقى صاحبته نيني واقفة ومستنياه وبتشوفهم مع بعض. تتصدم أول ما بتلاقيهم ماسكين إيد بعض. ساعتها يوكانا بتخفف عنه وبتاخده المكان يقعدوا مع بعض، لكنها بتعمل حاجة غريبة بتخليه يصوت. ساعتها يوكانا بتقعد جنبه وبيبقى جونيتشي في دماغه حاجة واحدة بس، وهي إن يوكانا بتعمل كده عشان تغريه. بدأ يتخيلها وهي بتعمل حاجات غريبة جدا وهو بيخرج أصوات عمره ما يتخيل إنه هيخرجها، لكن كل ده أكيد كان حلم. ويوكانا في الحقيقة بتبقى قاعدة تغني. يوكانا بتختار أغنية بيكون جونيتشي عارفها فبيغني معاها وبيقضي وقت جميل. يوكانا بتكافئه وبتعمل حاجة جميلة جدا. ساعتها جونيتشي ما بيترددش وبيجري عليها عشان ينفذ بقى، لكنها بتقول له روح اقلع شعر مناخيرك يا معفن، عشان تدخل للحمام. وبتبقى عارفة ايه اللي في نية جونيتشي. وبعد كده بيخرجوا من مكان وبتشكر جونيتشي على اليوم الجميل ده وتتمنى انهم يخرجوا مرة تانية. بس دي مش نهاية القصة يا صاحبي، لأن أورال صديقة يوكانا كانت واقفة وبتراقبهم. تاني يوم جونيتشي بيروح المدرسة وبيتفاجئ أول ما بيفتح الخزانة وبيلاقي قدامه جواب حب غامض بيطلب منه إنه يقابله، لكن صحابه أول ما بيشوفوا الجواب ده بيعيطوا من خيبتهم. ساعتها ما بيسكتوش وبيقنعوا جونيتشي إن هو يروح يقابل الشخص ده، مع إنه هو كان عايز يفضل مع يوكانا. وبيقنعه وبيقول له إنه لو عمل شلة كبيرة هيقدروا هم كمان يستمتعوا. ساعتها صاحبهم كوجو أول ما بيتخيل الوضع بيقول يا سلام هو ده الكلام. ساعتها جونيتشي بيقرر إنه يقابل البنت دي وبيتصدم أول ما بيلاقيها إنها صاحبة يوكانا أورال. وفجأة أورال بقت تتصرف تصرفات غريبة وبضحكة خبيثة بتقول له أنت شكلك ما قربتش من بنت قبل كده، وبدأت إنها تغريه بتقول له برافو عليك ولد شاطر. ساعتها جونيتشي ما بيمسكش نفسه من المنظر اللي شايفه وبيقع على الأرض. ساعتها بتقرر أورال إنها تركب فوقه وتلعب لعبة البحث عن الخيار المفقود. لكن ساعتها الصدمة إنه يوكانا بتيجي وبتشوفهم في الوضع ده. بس الصدمة الأكبر بقى لما يوكانا بتتصرف ببرود وعادي جدا وبتقول لصاحبتها تقوم. ساعتها أورال مش بتسكت على كده كمان، لا دي بتلعب في صاحبتها قدامه. جونيتشي بدأ ينهار وبقى مش قادر يستحمل. ساعتها أورال بتسأل صاحبتها يوكانا وبتقول لها خلاص عملت العقد معاه. ساعتها يوكانا بتقول لها اوعي وبتاخد جونيتشي وبتمشي. ساعتها أورال بتتضايق وبتقرر إن هي تفرقهم بأي طريقة. ساعتها في نفس الليلة بتيجي رسالة لجونيتشي وبتبقى الرسالة دي من يوكانا اللي بتقترح عليهم هما التلاتة يخرجوا مع بعض. بيجي تاني يوم وبيخرجوا مع بعض وبيستمتعوا جدا وكأنهم ثلاثي متناغم. ساعتها نيني بتشوفهم وهي بتبكي. ساعتها بيروحوا هما التلاتة لمحل الملابس. تقترح يوكانا على جونيتشي طقمين إن هي تلبسهم، لكن جونيتشي بيتخيلها قدامه بالملابس اللي هي جايباها. ساعتها جونيتشي بيختار الأبيض، لكن بتدخل صاحبتها وبتختار الفستان التاني. ساعتها بيقرروا هما الاتنين يعملوا عرض أزياء لجونيتشي. ده بيخلي جونيتشي يتجنن لأنه بيركز على التفاصيل اللي بيحبها، وده طبعا بيزعل يوكانا لأنه ما قالش رأيه في الملابس. ساعتها أورال بتكون شايفة المنظر ده وغيرانة جدا، لكن أول ما بيخرجوا من محل الملابس بيلاقوا أشخاص بيقربوا عليهم وبيحاولوا يضايقوهم. ساعتها جونيتشي بتاخده الشجاعة وبيقرر ينقذهم، لكن يا صديقي بياخد على عينه من أولها وبيقع على الأرض. ساعتها أورال بتقترح على الشباب دول إنهم ياخدوها بدلهم، وفعلا بتعمل كده. ده أورال بترجع وكأن مفيش حاجة حصلت وعملت فيهم الجلاشة. ساعتها جونيتشي بعد ما بيخلص يومه بيرجع وبيفكر في اللي حصل له وقد ايه هو مش نافع، لكن ساعتها بيلاقي أورال في وشه وبتبدأ ان هي تمدح فيه وساعتها بيتجنن. بس المفاجأة إنها بتدخل معاه للبيت وكمان بتتصرف معاه تصرفات هو نفسه فيها. ساعتها جونيتشي بيقرر يرفض، لكنها ما بتستسلمش وبتجرجره أكتر وبتقول له أنا بسهل لك الأمور عشان عارفة قد إيه أنت مكبوت، لأنه يوكانا مش هتعمل زي ما أنا بعمل، أنا هخليك تعمل كل حاجة أنت عايزها. لكن ساعتها جونيتشي بيفتكر ابتسامة يوكانا وبيقرر يرفض إنه يعمل كده.
وبيقول لها وهو بيزعق انا عايز يوكانا هي اللي تفضل في حياتي، لكن بتتعصب اورال وبتوقع على الارض وبتقول له انت غبي وهتفضل كده طول عمرك. ساعتها بنعرف ان هنا اورال مش بتعمل كده عشان خاطر جونيتشي، لا دي بتعمل كده يا صاحبي عشان خاطر يوكانا وتفضل قريبة منها لانها بتحبها. ساعتها يوكانا بتيجي في الوقت المناسب وبتقول لها توقف اللي بتعمله، بتتهمهم كمان بالخيانة. ساعتها اورال بتستخدم ذكائها وبتقول لها انا كنت بختبرهولك. ساعتها يوكانا بتشكرها وبتقول لها انا مش عارفه اقول لك ايه. تاني يوم بقى جونيتشي بيبقى ماشي، لكن بتطلع له اورال من تحت الارض وبتهدده انه ما يتكلمش في الموضوع اللي حصل امبارح بينهم. لكن اللحظه الخطيره هنا ان يوي كانت بتراقبهم وشكلها كده مش ناويه على خير. بطلنا هاشيبا اللي بيكون قاعد في غرفته وبيتفرج على البنات المثيره في اللايفات وبيبقى مش مصدق اللي شايفه بعينيه واللي قدامه نفسه يبقى بين ايديه. وبيجي تاني يوم وبنشوف بنت جميلة جدا من البنات اللي في المدرسة وبيبقى اسمها كاشي. وبيوصل بطلنا هشيبة للمدرسة وبيشوف أصحابه اللي بيكونوا نفس الطباع هشيبة وبيعملوا نفس اللي بيعملوا بالظبط واتفرجوا على نفس بس البنت تانية. طبعا مش محتاج أقولك إن هما واقعين في حبها ومش قادرين. ولما هشيبة بيشوف البنت بيقول مش هي دي اللي أنا كنت بتفرج عليها امبارح. وأثناء ما بيكونوا بيتكلموا بتبقى كاشي قاعدة وبتبص لهم بصة غريبة جدا. بعد كده بيروح هشيبة يقعد مع البنت اللي بيحبها وصديقتها اللي بيكونوا أجمل بنتين في المدرسة، والبنت اللي بيحبها بتأكله كمان في بقه. بعدها البنت دي اللي بالمناسبة اسمها يوما بتعمل حركة غير متوقعة وبتاخد الفراولة وبتحطها في بقها وبتقول له أنا هأكلك كمان. ساعتها بيتصدم هشيبة وبيبقى مش مصدق إنه فعلا قدامه بيحصل الكلام ده، وبيقرب هشيبة وبيمد بوزه عشان يمسك بقى. لكن ده يا صديقي بيكون كله حلم ومش حقيقة. ولما بتسأله يوما مالك يا هشيبة بيقول لا 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 مفيش حاجة احنا زي الفل. وبيبص هشيبة لصاحبة يوما اللي بيكون اسمها رينكو وبتكون بنت شريرة وعايزة توقع بينهم بأي طريقة. بس اللي ما كانش متوقع ان كاشي بتوصل وبتنادي على بطلنا هشيبة وبتقول له عايزة اتكلم معاك. طبعا هشيبة مش مصدق انه اجمل 3 بنات في المدرسة قاعدين معاه وفي واحدة كمان عايزة تكلمه. لكن رينكو مش بيعجبها الكلام ده وبتقول لها انت ايه اللي جابك يا بنت انت هنا. لكن بتتصرف كاشي بكل ادب واحترام وبتقول لها انا اسفة وبتمشي. بس هشيبة مش عايزها تمشي بس بتضايقهم وبتطلع بنت ذكية وبتقول لهشيبة أشوفك بعدين. طبعا هشيبة بيعمل لها باي باي وهو نفسه يروح معاها، ولكن رينكو بتبقى ورا مولعة نار وعايزة تعرف ايه اللي بينهم وبتسأله وبتقول له هو في ايه بينك وبينها. فبيلتفت على طول وبيقول لها مفيش اي حاجة احنا مجرد زمايل. بس على مين ده رينكو يا متين. وبتبقى قاعدة ومش مطمنه له وبتقول انا حاسة اللي في بينهم حاجة. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بتودعه يوما وبتقول له ان هي هتخرج مع اصحابها وبتسيبه وبتمشي. لكن فجأة بتظهر من ورا بطلنا كاشي وبتقول له عامل ايه، لكن هو بيتنطر من مكانه وبيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل. وبتطلع عشان مصلحتها وبتقول لبطلنا انا المعلم طلب مني حاجات اجيبها كتير بس عايزاك تيجي معايا وتساعدني. ساعتها بطلنا بيوافق وعايز يروح معاها اكيد يعني. بعدها بيروحوا هما الاتنين لمطعم ويقعدوا مع بعض وبيتفاجئ هشيبة ان هي ما خدتوش عشان يشتروا الحاجات. وفجأة بتتصرف تصرفات غريبة وبتقرب منه اكتر واكتر. وكاشي مش بيهمها اي حد في المكان وبتعمل اللي على مزاجها وبتقرب منه وبيحس هو انه مش في حالته الطبيعية. وطبعا يا صديقي انت افتكرت ان كل ده حقيقة بس لا والله كل ده كان حلم برضه. بنرجع للواقع وبيبقوا هما الاتنين قاعدين عادي مفيش اي شيء وبتسأله سؤال بخصوص يوما وبتقول له هو انتوا بتتوعدوا مع بعض ولا بينكم صحاب عادي يعني. فبيقول لها هشيبة انهم فعلا بيتوعدوا مع بعض. وبيجي تاني يوم وبيوصل هشيبة للفصل واول ما بيدخل بيبص طبعا على يوما لكن بتدخل على طول كاشي وبتقرب منه عشان تضايقها. بس اللي بيبقى هشيبة مش عامل حسابه ان صديقه المقرب ماسك التليفون وبيصور اللي بيحصل. وبعد كده صاحب بطلنا بيجمع باقي اصحابه وبيقفوا هما الاتنين وبيعرفهم على الصدمة الكبيرة
وإن البنت اللي بتطلع في البث عشان تعرض نفسها على الناس هي نفسها تبقى كاشي اللي معاهم في المدرسة. لكن هما التلاتة مش بيبقوا عاملين حسابهم إن رانكو واقفة وراهم وسمعت كل شيء. بعدها بيطلع هشيبة وكاشي للسطح وبيقفوا هما الاتنين، وهنا بتكون المفاجأة الصادمة لهشيبة وهي اعتراف كاشي ليه بحبها. يبقى هشيبة مش مصدق نفسه زي بنت جميلة زي دي تبصله، وبتطلب منه يقطع علاقته بيوما خالص. بس اللي ما كانتش عاملة حسابه كاشي إن هشيبة بيرفضها وبيقول لها أنا بحب يوما. بس ساعتها بتقلب عليه كاشي وبتطلع بقى الفيديو اللي ما بينهم وهم قاعدين مع بعض، وبتهددوا ان هي هتسلمه ليوما وتخليهم بقى ينفصلوا. بيقول لها شيبة ارجوكي ما تعمليش كده، فبتقول له كاشي طب خلينا بقى نخرج بالذوق كده مع بعض. لكن فجأة بتظهر رينكو واصحابه التلاتة وبيكونوا واقفين فوق المبنى، وبتقول لها رينكو ان هي سمعت كل حاجة، وبتقرب منها وبتعرفها ان هي عرفت انها البنت اللي في البث. فبتتصدم ساعتها كاشي وبتبقى مش عارفة تعمل ايه، فبتروح تدي هشيبة الدليل وبتسيبهم وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبيفوق هشيبة من النوم بيلاقي قدامه حاجة ما كانتش متوقعة بالمرة، وهي يامي في وضع غير طبيعي وزائد 18. ساعتها بيقرر ينفذ اللي كان عمره ما هيقدر يعمله وبيمسك المدافع بتاعتها. لكن في اللحظة دي بتظهر بنت تانية وبتكون مش هي يامي، وبتبقى البنت دي اسمها نيني، وبتطلع التليفون من حتة غريبة جدا وبيسألها وبيقول لها انت حاطة التليفون في الحتة دي ليه؟ فبتقول له انت مركز معايا قوي كده ليه؟ بيغير الموضوع وبيروحوا بعد كده للمدرسة، وبيبقى ماشي وفجأة بينادي عليه حد، فبيتفاجئ وبيبص وراه بيلاقيهم أصحابه. وفي واحد من أصحابه أول ما بيشوف البنت اللي ماشية معاه بيتجنن، وبيبدأوا أصحابه يقربوا منه أكتر. وطبعا انتوا عارفين هم عايزين ايه، وعايزين يتعرفوا على البنت وياخدوا رقمها. لكن بيزعلهم هشيبة وبيقول لهم احترموا نفسكم، وانتوا فاكريني ايه؟ دي زي أختي. ساعتها أخته بتقرب منه بطريقة غريبة، فهم بيتصدموا أول ما بيشوفوا كده. بعدها بيرجع هشيبة للفصل بتاعه وبتقرب منه يامي وبتبقى عايزة تعرف ماله وإيه اللي حصل له وشكله ليه مبهدل كده، وبتحاول إن هي تخرجه من اللي هو فيه. بعدها بيروحوا يقعدوا مع بعض وبيتغدوا كلهم. لكن فجأة بتيجي نيني وبتتصرف تصرفات غريبة جدا بتخلي يامي مش طايقة نفسها. بس ساعتها يامي بتتغير 180 درجة لما بتفتكر إن نيني قبل كده شافتها، وبتقول لها مش انتي أخت هشيبة؟ تنيني بتتضايق وبتقول لها مين قالك كده؟ أنا مش أخته. وتقول لها طب وطي كده، واول ما بتوطي بتقرب نيني منها وبتعمل حركه بتخلي هشيبة بيتجنن. بس فجأة نيني بتتضايق وبتسيبهم وبتمشي. بعدها بيجي الليل وبيروح هشيبة وبينام كالعادة عادي جدا ومفيش أي حاجة. لكن فجأة بيلاقي نيني طالعاله من تحت الغطا وهي عارية تماما. ساعتها هشيبة بيبقى مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، لكن هي بتعرفه يتصرف ازاي. بس ساعتها هشيبة بيقوم من مكانه وبيغطيها بالغطا وبيقول لها ان اللي بيعملوه ده ما ينفعش، بيعرفها انه بيحب يامي ومش هيقدر يخونها. ساعتها نيني بتبكي وبتبقى مش عارفة تتصرف ازاي، وبتلبس هدومها وبتسيبه وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبيروح هشيبة للمدرسة، لكن أصحابه بيتجمعوا حواليه وبيبقى واحد منهم عنده فكرة شريرة وقذرة. وأول ما بيقرب من هشيبة بيقول له إن هم عايزين يتجمعوا كلهم مع يوما وأصحابها في بيتها. وطبعا انتوا عارفين هو عايز يتجمعوا ليه. بعدها بيروح هشيبة يقعد مع يامي عشان يتكلموا مع بعض، وطبعا بيفكر في ازاي يقول لها انهم عايزين يتجمعوا كلهم في بيتها. فبيقول لها هشيبة ان هو عايز يزورها في بيتها، لكن بيلاقي رد فعلها غريب وبتتوتر وبتمسك هدومها فبيقول لها هشيبة ان هو كان عايز يجيب صاحبتها رينكو ويجيب صاحبته نيني وشوية اصحاب كده يعني، ويقعدوا كلهم مع بعض. فبتتضايق يامي وبتقول له وهي مش طايقة نفسها ماشي مفيش مشكلة. لكن بيبقى هشيبة مستغرب هي ليه زعلت قوي كده. وبعدها بيروح معاها هشيبة للبيت وبتبدأ بقى يامي ان هي تغير هدومها قدامه
وتقرب منه أكتر وأكتر. لكن كل ده بيبقى حلم برضه، وأصلا وهو واقف بره المدرسة وماسك الشنطة وبيتصرف تصرفات غريبة، وبتشوفه كاشي وهي ماشية وبتستغرب هو ليه بيعمل كده. فبتسأله كاشي أنت بتعمل ليه كده؟ فبيتفاجئ وبيقول لا 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 لا. فبتقول له أنت مستني حد؟ فبيقول لها أيوه أنا مستني يامي لما تطلع. فجأة بتقرب منه أكتر وأكتر، فبيستغرب وبيقول لها أنت عايزة إيه بالظبط؟ فبتقول له أنا عايزة أجي معاكم، بس أنا هروح البيت الأول وأنت ابعت لي العنوان وأنا هبقى أجي. بعدها بتيجي يامي وبيقول لها أنا خليت كاشي تاخد العنوان عشان هتيجي هي كمان. فجأة بيلاقي رد فعلها عادي جدا وبتقول له خليها تيجي. وبعدها بيلاقي صاحبه بعت له رسالة على التليفون وبيتصدم أول ما بيشوف الرسالة دي. بعدها بيروحوا هما الاتنين للبيت وبيتفاجئ هشيبة من جمال غرفة يامي. بعدين بيقعد معاها وبيبدأ بقى يبص عليها من تحت لفوق، بيركز أكتر حاجة على المدافع. فجأة بتفاجئه يامي وبتقول له أنت كنت بتبص على إيه يا خلبوس؟ فبيتوتر وبيقول لا 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 أنا بتاع الكلام ده برضه. وبيتخيل بعدها إن هما كانوا المفروض يبقوا النهاردة لوحديهم ومحدش يجي معاهم. وأول ما هشيبة بيحاول يقرب من يامي فجأة بيدخل عليه رينكو وباقي الأصدقاء وبيقولوا له أنت بتعمل إيه؟ فبتقوم يامي وبتقول لها أنت دخلت إزاي؟ فبتعرفها إن معاها نسخة من المفتاح وبتسأل يامي أنتوا كنتوا بتعملوا إيه؟ ساعتها يامي بتقول لها عادي إحنا كنا بنهزر. ونيني بقى بتقرب من هشيبة وبتمسك إيده وبتحطها بين المدافع، لكن بتضربه كاشي وبتطيره أول ما بتشوف كده. بعدها بيوصلوا أصحاب هشيبة وبيبقوا مش شايكين بقى على الآخر عشان يجذبوا انتباه البنات اللي موجودة. بعدها بيقعدوا كلهم وبيطلع صاحب هشيبة من الهدوم بتاعته عصيان كتير وبيقول لهم إن هم هيلعبوا لعبة اسمها لعبة الملك. وبيكتشف هنا هشيبة إنهم بيخططوا لشيء مع بعض عشان يعملوه، وبيطلب واحد من أصحاب هشيبة إن رقم 2 يضرب رقم 5 بالقلم، وعلى طول بتروح رانكو تضرب شيبة بالقلم لأنه هشيبة هو رقم 5 ورانكو هي رقم 2. وبيقع هشيبة على الأرض لأنه بيبقى قلم قوي جدا. وبتتضايق يامي وبتقول لرانكو اهدي على نفسك شوية، هو في ايه؟ انت بتعاركي معاه ولا بتلعبي؟ بعدها بيلعبوا مرة تانية وبيسحبوا العصيان عشان يشوفوا مين الملك اللي هيقرر. والمرة دي بتبقى الملك هي يامي، وبتطلب يامي من رقم 1 انه يقلد الأطفال، وبتطلع رقم 1 هي كاشي وبتقوم فعلا وبتقلد الأطفال. بعدها بيلعبوا الجولة اللي بعديها وبتبقى كاشي هي الملك وبتطلب من نيني ان هي تعمل قعدة مثيرة، وبتعمل فعلا قعدة مثيرة وبينبهروا الشباب أول ما بيشوفوا كده. بيبقى هشيبة مش قادر يمسك نفسه. بعد كده بياخد صاحب هشيبة العيدان وبيوري هشيبة مسكة العيدان ازاي، وبيقول له انا هخليك انت ويامي تعملوا حاجة محرجة. فبيتفاجئ هشيبة أول ما بيسمع كده، وبعدها بيبقى صاحب هشيبة فعلا هو الملك. بعدها بيقوم يقف وبيطلب من يوكانا إن هي تدي قبلة لهشيبة. طبعا بيتصدموا كلهم أول ما بيسمعوا كده، وبيطلب طلب كمان إن رقم 3 يقبل رقم 2. ساعتها هشيبة بيبقى عامل مقلب فيهم وحاطط رقم 3 و2 يبقوا أصحابه، وهنا هتبقى المصيبة إن هم هيقبلوا بعض. وبيمسك كل واحد صاحبه وبيبقى المفروض إن هو يقبله. بس فعلا هم هيقدروا يعملوا كده ولا كلام بس؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.